مرحبا حي الجميع أسفرت وأنورت يوم السعد. يا هلا مرحبا حي الجميع أسفرت وأنورت يوم السعد. هذه ذكرى عزيزة ما تضيع نشكر اللي حضر وين اجتهد. نشكر اللي حضر وين اجتهد. يا هلا مرحبا حي الجميع أسفرت وأنورت يوم السعد. يا هلا مرحبا حي الجميع أسفرت وأنورت يوم السعد. يا ذكرى عزيزة ما تضيع نشكر اللي حضر وين اجتهد. نشكر اللي حضر وين اجتهد. يا هلا والله ابو ماجد يا مرحبا. اهلا ابو اياد يا مرحبا. يا هلا ابو فوزي يا مرحبا يا مرحبا. اهلا وسهلا استاذ سعد واستاذ فهد يا مرحبا يا مرحبا. السلام عليكم. السلام يا مرحبا يا هلا. اهلا وسهلا. هلا والله حبيبي. يا مرحبا يا مرحبا. يا هلا والله. يا هلا يا هلا وغلا. مباركة والله. الحمد لله الحمد لله. ما شاء الله. مرحبا مرحبا ابو محمد. الله يحييك. يا هلا مرحبا حي الجميع أسفرت وأنورت يوم السعد. يا هلا مرحبا حي الجميع أسفرت وأنورت يوم السعد. هذه ذكرى عزيزة ما تضيع نشكر اللي حضر وين اجتهد. نشكر اللي حضر وين اجتهد. اقعد عشان اصور حركتك. جزاكم الله خير. السلام الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أودع في الكلمة سحرها وفي الفن جماله وجعل للثقافة نورا يضيء دروب الحياة. والصلاة والسلام على نبينا محمد. أصحاب السعادة أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بكم هذا المساء في لحظة تشبه الحلم، حيث للكلمة تألقها وللفن نبضه وللروح متسعة. نلتقي لنفتتح معا نافذة على الجمال ونشعل قنديل الإبداع في ديوانية الثقافة والفنون. هنا تروى الحكايات وتنسج المعاني وتلتقي الأرواح على بساط من الذوق والوفاء. ديوانيتنا ليست مكانا فحسب، بل نبض فكرة ووهج لقاء ومساحة حلم نرسم فيها معا ملامح مشهد ثقافي يليق بنا ويحمل أصالة ماضينا ويستشرف آفاق مستقبلنا. شكرا لحضوركم الذي يكتمل به الجمال، وبكم تزهر البدايات وتكبر الحكايات. على بركة الله ننطلق هذه الليلة في ديوانية الثقافة والفنون بثوبها الجديد، سائلين الله لها دوام التألق والنجاح. ومن باب ومبدأ خير الكلام ما قل ودل، لا أود أن أطيل عليكم، سأتيح المجال لتتعرفوا على الديوانية عن قرب مع سعادة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الجمعية
الأستاذ عبد العزيز الأحمد الذي يشاركنا في هذه المناسبة. السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميعا والعافية. على عجالة أنا ودي أستعرض أبرز ما تم تقديمه من يوم ما دشنا هذه الديوانية المبروكة بوجودكم وبحضوركم. والحمد لله زي ما احنا أعلنا في الدعوة أنه وصلنا في لقائنا بكم لهذا اليوم 105 لقاءات ولله الحمد، وإن شاء الله أنها تكون ممتازة بإذن الله. انطلقنا بإعلان الأستاذ خالد في حفل المعايدة عام 2024. البرنامج هو لقاء ترويحي لأوائل الأعضاء من المثقفين الفنانين، وفيه يتم تبادل وطرح الحوارات الثقافية والفنية المتنوعة لخلق جو مناسب لمناقشة المشاريع والأفكار والأعمال الفنية. أبرز أهداف هذا البرنامج اللي الحمد لله تحققت بشكل كبير ونحاول نفعلها في المرحلة القادمة من هذه المبادرة هي المحافظة على الإرث الثقافي من خلال تدوينه شفهيا من خلال البرنامج الحواري اللي احنا راح نقيمه هنا. الاهتمام بالذاكرة الثقافية والفنون من خلال توثيقها واستقطاب أصحاب الريادة وأنتم أهل لذلك، وتشجيع الحوار الثقافي والفكري لتعظيم الأثر للخبرات السابقة لأعضاء الجمعية، وخلق مبادرات وبرامج لتطويرها وتقديمها لخدمة أعضاء الجمعية بشكل عام. فأنتم امتداد لهذا العطاء، أدامكم الله. هنا فكرة الشعار استنبطناه من زهرة الزنبقة اللي هي بني على أساسها شعار الجمعية الرئيسي، ومنها سوينا هذا التصميم ليكون هو ديوانية الثقافة والفنون بتطبيقاتها المختلفة. هذه أهم الأرقام اللي حققناها في عام 2024 من بعد التدشين في حفل المعايدة. أقمنا 28 لقاء أسبوعي. في عام 2025 العام الماضي سوينا أكثر من 50 لقاء، وهذه السنة إلى لقائنا الأسبوع الماضي كان 28 سنة، وإن شاء الله مستمر بإذن الله. في أول سنة سوينا 9 رحلات من ترمدة إلى برمة إلى برات إلى شيقر، عودة ستير، الخرج، الثمامة، والقادم أجمل بإذن الله معكم. الأعضاء جالسين يزيدون بشكل رائع. عدد العروض الموسيقية في أول سنة كان 3 عروض، هذه السنة 4 عروض، عرض واحد، لكن احنا ما زلنا على الأقل في منتصف السنة وللحكاية بقية بإذن الله. ونحب أن نزف لكم بشرى أنه هذه المبادرة أيضا سيتم تعميمها على كل فروع الجمعية في المملكة، وهذا شعاراتهم بتكون بهذا الشكل. هنا صور من أبرز اللحظات الجميلة اللي جمعتنا معاكم في السنوات الماضية. في عام الماضي أيضا كرمنا جزء مهم من الأعضاء بالعضوية الشرفية اللي ما زال عطائهم مستمر، فشكرا لكم ولعطائكم. خلوني أطلع معاكم في رحلة عبر السنوات الماضية في فيديو قصير يختصر لحظاتنا الجميلة اللي كنا تدشين هوية ديوانية الثقافة والفنون
أرحب بكم جميعا حقيقة، وأرحب بسعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبد العزيز إسماعيل، وأرحب بجميع الزملاء أصحاب الريادة من نجومنا وأساتذتنا في الفن وإخواننا وأخواتنا جميعا، حياكم الله جميعا. حقيقة يعني ديوانية الثقافة والفنون يمكن اليوم احنا دشنا الهوية، ولا كان في لقاءات تحضيرية لهذه الديوانية بوجود مجموعة من الأسماء حقيقة، ما ودنا نذكر أحد أو ننسى أحد، لكن جهود كبيرة ورائعة حقيقة تمت خلال الفترة الماضية، ومن اللقاءات متعددة أكثر من تقريبا 9 لقاءات في السابق. اليوم حرصنا على أنه ندشن هذه الهوية، وحقيقة الآمال أيضا في المستقبل وأن نطور هذه الديوانية لحد ما تنتقل إن شاء الله وتكون أيضا بعنوانها للقائنا لهذا اليوم اللي هو ذاكرة الثقافة والفنون. للجميع، ونتمنى إن شاء الله أن نعيش سهرة سعيدة كذا حلوة مثل حلاوتكم. طبعا يعني برنامجنا حافل بوجودكم اول شيء، وانا ما ودي اطيل، لكن خلوني نشوف من اعضاء الديوانيه ودنا يشاركونا الليله، يعني ما ودنا افتتاح الديوانيه يكون فيها مشاركه. في فنان جميل حلو مسمسم كذا يقول لي انا عندي قصيده كاتبها في الديوانيه مسميها عروس الديوانيه، صحيح؟ اذا رحبوا معي بالفنان ساعد النجم. الديوانية منكم ولكم يا أبو سلطان. ساعد فنان شاعر. شكرا. سيناريست شريت. يعطيكم العافية. 6 دقائق حاسب أنا لي طويل. 6 دقائق. جاء قصير نزلته، جاء طويل رفعته. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء
الف مبروك على هذا المكان الجميل، ما كنا والله متوقعين بالصوره هذه، وكويس انها صارت مفاجاه. يعني لو كان مفتوح طول اليوم طول الاسبوع ملينا من شوفته، لكن الحقيقه تكييف علوي وخشبي، يعني اعتبره عروس، يعني غرفه عروس. ولذلك قصيدتنا اسمها عروس ديوانيه. خذت المدام ورحت للفيصليه، ولدت صديقتها بتشري هديه، قلت انتظرها في المواقف شويه، وجتني غزالا ثم وقفت قبالي، وركبت جواري بعدها وقف دمي، ثم التفت بحشمة قلت سمي، قالت لي اسمع حط الاذان يمي، ابغاك في خدمه اذا بمجالي، ارجوك ابي لي واحد منظر كاش، والقلب طيب وابيض سنه الشاش، وكني رايته يوم في طاش ما طاش، ابي اصير انطى عمر عيالي، ان كان تخدمني انا اطلبك خدمه، اذكر لي الاسماء وانا بذكر اسمه، قلت اوعدك يا بنت باخذ سمه، قالت تفضل حط الاسماء قبالي، اظن من تبغين يا بنت سمعه، فيه الوسامه والحلاوه والايماء، به ملح بغداد وبه زين الاسبان، اظنه المطلوب فيها الكمال، قالت لي المسرح وراس ماله، ابو جمال المشكله في جماله. جميل. قالت لي المسرح وهو راس ماله، ابو جمال المشكله في جماله، من خوفه يبقى طول عمري يقباله، دور بداله يا سعد من رجاله. اجل عرفت اللي تبينه ابو سلطان، دم خفيف بس نشمي وفنان، اظن ما تلقين مثله فروضان، واظنه مكمل بكل الخصال. قالت لي دمه دايما فيه خفه، والعقل ما هو صاحي فيه لفه، ما هو بلا شفي ولا نيل، شفه ابيه لو يقلب ميوله هلالي. هو المهر بس يقلب هلالي، وهذا المهر. عرفت من تبغين يا بنت بالذات ابن الخطيب اللي حبيب الخوندات، طول ورشاقه مع وسامه وضحكات، والزين ما هو مطلوب في الرجال، يعني معروف ها. قالت لي تكفى ما بيجرح شعوره، وصراحتي يمكن تسبب خطوره، يزين ذباته ومحلى حضوره، مع خف دمه هو كثير الجدال. ابو مشاري قلت اسمعي يا بنت والصوت العلاء، ابو مشاري كلمس بس ايقاع، طبلا ومرواسي ودمبك ومصقاع، عاش خالد، ويجعل مزاجك دايم الدوم عال. قالت لي خالد لا تقربه مني، اخاف من الطيران يلبسني جني، واصيل ادور سامري يوني، مثل الذي خطله غشاه بالي. قلت ابشري مطرب يراقب كلامك، مطرب وقع يا ظبينا في غرامك، ولو هو تبينه يعترف لك امامك، جاء واعترف بالحب والصوت عالي. قالت ابو ماجد خطاويه قصرت، والعاطفه عنده تلاشت وصغرت، حتى القصص قد عنده تنامت وكبرت، اخاف تصبح قصتي له مقال يوم من الايام. يا سلام عليك. وش رايس بشخص وسيم ومزواج له ما دريتها تنتظر منه الافراج، دايم يرددها ولو ما بها ابراج، يا زين ابو صالح وفي الخصال. قالت ابو صالح بكل القروبات، يسرح ويمرح بين روحه وجيات، حتى الديوانيه يجيها بزرقات، ما هو ديان احد ابو صالح ديان، ها؟ ديان. شوفي ابو فوزي يقزت بعينه، كل البنات اليوم تطلب يدينه، جاهز يلبي كل ما تطلبينه، ويعطيك قصر شابخ في الرمال. يا سلام. قالت ما بي فنان اصفر ميوله، كل البنات الصفر يلفون حوله، اظن ابو فوزي صعيب الوصول، وترى القمر والبدر يصبح هلالي ان شاء الله. اي قمر ولا بدر بيصير هلال يوم من الايام ان شاء الله، تصير هلال. عبد الاله ارسل قصيده مغناه، يا سلام، يشرح لنا حاله وكل المعاناه، يعزف على عوده ويرسل هداياه، قولي قبلت وابشري بالدلال. قالت هيك اضحكتني بقلب خفه، في كل يوم اللي مغنيه زفه،
لا هو بلا شفي ولا نيل، شفع اليوم مع فطوم وباكر دلالي. سعد خضر يا بنت نوخ قعوده، ومن الفجر يا بنت ركب عقوده، وانا ضميري واحد من شهوده. مبروك من سلمان ومن سلعيان. ما قالت سعد يمشي ويحمل عصاته، سعد خضر دربه خرب وش حالاته، ما في فنان اللي يسوي سواته، لكن زواجي منها امر المحال. وش رايك بمنصور يا عريش العين، ابو شنب والعمر 66 والشارب المعكوف والمال والزين ودايم دروبه عن طريق الحلال. قالت انا اشهد انه طير حر وفنان دايم حياته في الدعايه والاعلام. هذه ولكنه اذا ضاق بركان فيه الهدوء لكن طويل الحبالي. وش رايك بموسى يسوي له ترشيد تصوير في البومات دايم على الكيف، بياخذ زندل وباريس والجيب. ما ظنيتي تلقيه زيه مثالي. قالت لي موسى دايما فيه رجه، لو هو لحاله تسمع اصوات صجه، واحيانا يهجد تقل صابته السجه، مع طيب قلبه يكفي ان الشمالي. لقيت منه للبنت حواء خبيري كبير قدرا بس شكله صغيري، مذيع في التلفاز علي الخضيري، ما لقى مثاله لو يشد الحال. قالت انا بنت وطبعي غيوره، شفته وعجبني بصوت وصوره، اخاف يصبح قلبي اليوم كوره وتلعب بالغيره بلعب التسالي. شفت ابو رايد يتبسم بين الاخوان ويستعرض بجسمه كما مطرق الباب، ما في عذروب ولا فيه نقصان صقرا وعلى وكر بروس وجبالي. قالت لي يرسل يا سعد له رساله، وقبله تراني وحده من عياله، وعساني يسلم يا سعد من حباله، وقل له بردي انت يا هم الان. وصلنا للاخير وشو اسمعوا المفاجاه في الاخير. اجل عرفت اللي تبينه اتحادي، ما هو مثل الحضر ولا الهوادي والمهرب من خالد ورود الوكادي، مطرب وفنان وحسن جمال. قالت لي وقف كود في الامر خيره، خالد طويل وانا جنبه قصيره، عين بصيره والمناظر مثيره، خلك محايد وخل عنك وخل حكمك عدالي. ما عاد به واحد سوى خالد نويس، شوفيه جالس حطي الفيس بالفيس، وقولي انا ليلى وانت نويس وهو قيس، وعيشه وغار الحب ذيك الجبال والمدبور. قالت انا يا اخوي ماني بنيه، انا حبيبتكم، انا المسرحيه، فقدتكم والكل يشهد علي، وجيت ادوركم واشكي الحال. يا سلام عليك، صح لسانك يا ابو محمد. يعطيك العافيه ابو محمد على لسانك يا ابو محمد. ما خطبت المدح. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. الديوانيه لولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم وقوف رجل صاحب ايادي بيضاء ويشهد الله عليه في ذلك، انه من اول ما سمع عن هذه المبادره من اوائل الناس اللي رفع يمناه وقال انا مؤيد وابشر. من اول ما بدات فكره الديوانيه، ولله بيض الله وجهه ووجه من يسمع موجود معنا الليله. لذلك اسمحوا لي اني اعطيه الليله مجال انه يقول كلمه ويشاركنا هالفرحه، يشوف الديوانيه اللي هو وضع البذره الاولى لها وين وصلت ما شاء الله اليوم بفضل الله ثم بدعمه الكريم. رحبوا معي بالرئيس التنفيذي للجمعيه العربيه السعوديه للثقافه والفنون سعاده الاستاذ خالد الباز يشاركنا هذه الفرحه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادة رئيس مجلس الإدارة بالنيابة الأستاذ فهد الحوشاني، أصحاب السعادة ديوانية الثقافة والفنون، الرواد والنجوم أعضاء الديوانية، ضيوفنا الكرام الذين نفخر بحضورهم ومشاركتهم في هذا اللقاء الذي يجسد قيمة الثقافة والفنون في وطننا.
تمضي جمعية الثقافة والفنون لأكثر من 50 عام، وهي تحمل إرثا وطنيا وثقافيا صنعه رجالا ونساء آمنوا برسالتها وأسهموا في بناء الحركة الثقافية والفنية في المملكة العربية السعودية، وكان لهم دور بارز في كل مكان، هنا المدير وهنا الموظف وهنا المتطوع. هذه المسيرة امتدت عبر الأجيال حتى أصبحت الجمعية واحدة من أهم المؤسسات الثقافية في المملكة العربية السعودية. واليوم نفخر بما تحقق من إنجازات نوعية نواكب مستهدفات استراتيجية وزارة الثقافة، حيث حققت الجمعية وبكل فخر التصنيف الثقافي A، وبلغت درجة الحوكمة 97، وهو إنجاز يعكس قوة العمل المؤسسي وكفاءة الأداء والالتزام بأعلى معايير الجودة والشفافية، ويؤكد بأن الجمعية تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر تميزاً واستدامة. كما نقف بكل الاعتزاز أمام القامات الفنية الكبيرة التي صنعت التاريخ السعودي وأسهمت بإبداعها في ترسيخ الهوية الثقافية الوطنية، وكانت مصدر إلهام لنا وللأجيال المتعاقبة، فنشكرهم على ما قدموا وما زالوا يقدمون من عطاء يستحق التقدير والوفاء. نحتفل اليوم بهذه الديوانية ونسأل الله أن يبارك هذه المسيرة وأن يوفق الجميع لمواصلة خدمة الثقافة والفنون، وأن تبقى الجمعية الثقافة والفنون بيتا للمبدعين ومنارة للإبداع. كما لا ننسى من كان لهم إسهامات بارزة في هذا الصرح الثقافي من توفاهم الله فعليهم رحمة الله واسكنهم فسيح جناته. ونتمنى أن تكون هذه الجمعية منارة للإبداع وشريكا فاعلا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يحيى مساوى اسمع بالتحية. لا يسمحكم. سهرة فنية ممتعة إن شاء الله نتمناها لكم بإذن الله. تحياتي.
عليك